السلام عليكم ورحمة الله. قل هنيئا مريئا فأنا قد سبقتك. يا عدوة الله قتلتيني قتلك الله، والله لا تصيبين مني خلفا، ولقد غرك من سول لك وسخر منك، والله يخزيك ويخزيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واجد هو محمد. كأن نارا تترجل في أحشائي. الحمد لله على لقاء الله تعالى ولقاء جدي رسول الله. يا الله يبسيت قلبي الشعدة ويل على المبروك والله عين مثل جدة شوف صف معي وتبدل. مولاي زين، مولاي حسن، مولاي زين، مولاي حسن. ماذا صار يا عابد؟ أشعر كأن أحشائي تتقطع بالسكاكين يا مولاي. أخي عجل إلي بالماء. اشرب يا عبد، لا بأس عليك، اشرب. أنا أتيك بالمعالج يا عابي. كلا يا بني، ولكن عجلوا إلي بعمكم الحسين. أخي حسن عجل وابلغ عمل الحسين اليات. ولدي نعم علي بطشت يا بني. السمع والطاعة يا عابي. إلى الله أشكو ما لقيت، اللهم أحتسب نفسي عندك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى الله أشكو ما لقيت، اللهم أحتسب نفسي عندك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا أصابك فداك روحي؟ أخي أبا عبد الله، لقد سقيت السم مرارا، فما سقيته مثل هذه المرة، وإني مفارقكم ولاحق بربي عز وجل. ومن سقاكه يا أخي؟ إني لعارف لمن سقاني السم ومن أين دهيت، وأنا أخاصمه إلى الله تعالى، فبحقي عليك يا عبد الله إن تكلمت في ذلك بشيء، وانتظر ما يحدث الله عز ذكره فيه. روحي فداك يا مولاي، أراك تلفن كبدك قطعة قطعة، ما لك لا
تعالج نفسك؟ يا جنادة، وبماذا أعالج الموت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جنادة، والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الأمر يملكه 12 إماما من ولد علي وفاطمة، ما منا إلا مسموم أو مقتول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظني يا ابن رسول الله، عظني فداك نفسي. نعم يا جنادة، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، واعلم أن في حلالها حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشبهات عتابا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. يا محمد بن علي أخي، ألا أخبرك بما سمعت من أبيك فيك؟ بلى، اخبرني يا أبا محمد. سمعت أباك عليه السلام يقول يوم البصرة: من أحب أن يبرني في الدنيا والآخرة فليبر محمد ولدي. يا محمد بن علي، أما علمت أن الحسين بن علي بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي جسمي إمام من بعدي، وعند الله جل اسمه في الكتاب وراثة من النبي صلى الله عليه وآله. يا أخي، أنت إمامي ووسيلتي إلى الله ولمحمد صلى الله عليه وآله. ألا أن الحسين أعلونا علما وأثقلنا حلما وأقربنا من الرسول رحيما. كان حكيما قبل أن يخلق وقرأ الوحي قبل أن ينطق. أخي يا عبد الله، إذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني وكفني واحملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لأجدد به عهدا، ثم ردني إلى قبر جدتي فاطمة بنت أسد رحمة الله عليها فادفني هناك. وستعلم يا ابن أن القوم يظنون أنكم تريدون دفني عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فيجيبون في منعكم عن ذلك. وبالله أقسم عليك يا أبا عبد الله أن تهريق في أمري نهجة دم. سمعا وطاعة أبا محمد. لهفي عليك يا أخي، ليت ما أصابك أصابني أخي أبا محمد. لهفي عليك يا أخي. لا تبكي يا أخي، فلا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يزدرف إليك 30,000 رجل
فيجتمعون على قتلك وسفك دمك وانتهاك حرمتك وسبي ذراريك ونسائك وانتهاء ثقلك، فعندها تحل ببني أمية اللعنة وتمطر السماء رمادا ودما، ويبكي عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات والحيتان في البحار. الحمد لله نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الحمد لله. الحمد لله. أخي أبا الفضل، فداك أبو الفضل سيدي يا أبا محمد. أوصيك يا أبا الفضل الحسين في ذلك اليوم لا تقصر في نصرته. والله لأنعمنك عينا ولأفدين وأواسين أخي الحسين بالعينين بعد الكفين. أخي يا أبا محمد، والله إننا لنرى بوجهك نور الرسالة ونستنشق من أنفاسك عبق النبوة. ليت المنون وافانا قبلك يا رسول الله. الحمد لله على لقاء الله وجدي رسول الله. أخي يا حسين، نحوها طشت عني لئلا تراه أختنا زينب. دكت الباب وعن النهاية وصاح الحسن زينب جفة خويا يا حسين شيل الطشت عنها ويا أخي زينب، تعزي عزاء الله، ولا يومك يومكم بكربلاء، ولا يومك يومكم بكربلاء يا زينب. قل يا خويا الفاجد أمي وبي ونرجع يتعافى الخير يا خويا حسين. أخاف يزول فين أمات الحسن اليوم يا حسين. إني أحتسب عندك نفسي فإنها أعز الأنفس علي. اللهم آنس صرعتي وآنس في القبر وحدتي. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. استشهد الإمام سلام الله عليه، رحم الله من نادى وإمام الله ومظلوما وسيدا. أول والنات الانفارق عضيد يقل العمر من بعدك ما اريده. يا بني أمية، ما وراك يا مغيرة؟ بنو هاشم ومعهم المهاجرون والأنصار قد أقبلوا بجنازة الحسن يريدون دفنها عند جده رسول الله. أنا والله ما كنت أخشى. ما أخشى ولا قوة إلا بالله.
ويدخل الحسن عند جده رسول الله فيزداد بذلك فخرا ويدخل أبي أمير المؤمنين الشهيد عثمان بن عفان بشر المكان البقيع. لا والله لا يكون ذلك إلا على رقابنا. إذا سنجعلها حربا. نعم الحرب الحرب. وأنت يا مغيرة، نعم سيدي. اذهب إلى عائشة وعرضها على الخروج معنا لتمنع بني هاشم من دفن الحسن، وقل لها إن مروان يقول لك والله إن دفن الحسن بجوار جده محمد ليذهبن فخر أبيها وصاحبه إلى يوم القيامة. هيا السمع والطاعة. يا بني أمية يا بني أمية البسوا سلاحكم اقرعوا قبالكم. إن بني هاشم يريدون دفن الحسن عند جده رسول الله. اسمعوا ما تقول. يا بني هاشم إن أمنا عائشة تقول ما لي بكم يا بني هاشم تؤذونني مرة بعد أخرى. نحوا ابنكم عني، نحوا ابنكم عني. يا أم المؤمنين أما هذا لك أن تقري في بيتك؟ أنسيت قول الله تعالى وقرن في بيوتكن ما لك لا تملكين الأرض ولا تملكين لنفسك عداوة لبني هاشم. يا ابن الحنفية تقول لك أمنا عائشة هؤلاء أولاد الفواطم يتكلمون، فما كلامك أنت؟ وأنا تبعدين محمدا من الفواطم، فوالله لقد ولدته 3 فواطم: فاطمة بنت عمران بن عائذ، وفاطمة بنت أسد بن هاشم، وفاطمة بنت زائدة بن الأصم. يا حسين إن أمنا عائشة تقول هذا بيتي لا يدفن فيه أحد ولا يهتك على رسول الله حجابه. قديما هتكت أنت وأبوك حجاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأدخلت بيته من لا يحب،
وإن الله سائلك عن ذلك يا عائشة. ولعمري لقد ضربت أنت لأبيك وفاروقه عند أذن رسول الله المعاول. وقال الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي كرهتيه من دفن الحسن عند أبيه صلوات الله عليهما جائزا فيما بيننا وبين الله لعلمت أنه سيدفن وإن رغم نعطشك. إن أمنا عائشة تقول: إنكم قوم خصمون يا بني هاشم، والله لا يدفن الحسن هاهنا حتى تجز ضفيرتي. يا رب هيجا هي خير من ده. أيدفن الخليفة المقتول ظلما عثمان بن عفان في أقصى المدينة، ويدفن الحسن بن علي قرب جده محمد، والله لا نقول ذلك أبدا حتى ينفذ النبي منا وتتكسر السيوف وتنقصف الرماح. يا بني هاشم، يا حسين بن علي، ارجع بجنازة أخيك وادفنها عن نفسك. ارجع يا مروان، ويحك يا ابن الزرقاء، يا ابن صاحبة الغاية في سوق عمان، يا ابن بريد رسول الله، أو بك فائدة على ذلك؟ يا عباس، يا ابن علي، أتقدم رسولي؟ اتق الله يا رب، اتق الله. اتق الله يا مروان. لا يا مروان، الله والله مسلم. محمود رابط الحسن رابط جنازة الحسن. ويحكم يا عبد الله، ويحكم يا عبد الله. يا أبا الفضل، يا بني هاشم، الله الله في وصية أخي الحسن، لا تضيعوها. أخي أبا الفضل، اغمد سيفك واصبر، فإن لك يوما غير هذا اليوم. يا أبا عبد الله، سيدي يا ابن رسول الله، إن لك من الصبر ما إن وضع في كفة، ووضعت الهرمون السبع في كفة أخرى، لرجح صبرك يا أبا عبد الله. أما أنا فمن أين لي الصبر وأنا أرى هؤلاء الأوباش، هؤلاء الأوهاد، وهم يرشقون نعش أبي محمد الحسن بالسهام. من أين لي الصبر يا مولاي؟ اهدن لي بقتالهم، اهدن لي بقتالهم يا مولاي. بل اصبر أخي أبا الفضل، فإن لك يوما غير هذا اليوم. صبرا على قضائك يا رب. خويا يا ابو فاضل، لك يوم اللي بجفك خويا تحمل الجود وعليه تتقطع جفوفك يا بحر الجود. خويا وبعمود تنطر هامتك وتجود ابن
أو تبذل بجهدك. وتوعداه يا حمراء يوم على مهد ويوم على جبل. أما كما قال يوم الجبل تريدين أن تطفئي نور الله وتقاتلي أولياء الله وتحولي بين رسول الله وحبيبه أن يدفن معه. لقد كفيت ما تخافين وبلغت ما تحبين. ارجعي واعلمي ان الله منتصر لاهل هذا البيت وله النعيم وانت يا مروان ارجع من حيث اتيت. والله ما جئنا الى هنا لندفن الحسن وانما جئنا لنجدد به عهدا برسول الله بزيارته ثم نرده الى قبر جدته فاطمه بنت اسد لندفنه عندها. فهذه وصيته والله لو اوصى بدفنه عند النبي لفعلنا ووجدت نفسك اكبر باعا من ان تردنا عن ذلك. ولكن سلام الله عليه كان اعلم بالله وبرسوله وبحرمه امره ان يترك احمى كما ترك ذلك غيره ودخل بيته من غير اذنه. ارجع يا مروان ارجع. يا ابن الحكم، والله لولا عهد الحسن إلي بحقن دماءه وأن لا أهرق في أمره محجمة لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله منكم مأخذها. وقد نقضتم العهد بيننا وبينكم وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأنفسنا. يا بني هاشم، امضوا بنا إلى البقية لندفن جثمان أبي محمد عند جدته فاطمة بنت أسد. لبيك يا ابن رسول الله. لبيك يا سيدي. أيها حسنا حسنا ومضوا بالحسن سلام الله على